السلام عليكم. طبعا آخر فيديو اللي حكيت بيه على كوارث مخرج أنمي نتفلكس صار عليه هواي هجوم الصراحة. يعني ألومهم لأنهم يعني حرفيا اتهمون إنه أنا مسوي نفسي محنك، مع إني محنك من صدق. تمام. فاليوم راح نقارن ما بين أنمي نتفلكس وأنمي 2007. يلا نبدي. هذا الشيء الوحيد اللي أنمي نتفلكس يتفوق به على أنمي 2007 بسبب الميزانية يا عزيزي المشاهد. الميزانية، المالات. هناك الدعم قليل، صرفوا عليه صرف أقل بهواي من أنمي نتفلكس. ليش؟ لأنها نتفلكس عندهم فلوس هواي، لكن هواي من اللقطات CGI، وهذا الشيء أكرهه كره العمى. من اللي يحب لقطات CGI؟ كل الأنميات تحاول تبعد عن لقطات CGI اللي 3D، تحسسك انها لعبة بلاي 2 يا رجل، عكس انمي 2007 اللي مركز على الرسم ال 2D الطبيعي اللي احنا نحبه. ومرات الرسم يكون خرافي، لكن مرات قليلة الرسم يكون زفت. يعني لو الرسم كان زين، لو سووا له ريميك وميزانية افضل، الموضوع يكون جيد. الكارثة الثانية اللي هي الشخصيات. الله اكبر، الله على الكارثة. هذه المضرطة الرائعة. واو، مضرطة جميلة. انظر لهذه المضرطة، كم هي رائعة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بدانتي. طبعا راح ابدي بانمي نتفلكس. شخصيته قريبة للثالث، اي نعم، وكتابتها زينة، لكن من شو وقت دانتي ما يعرف انه ابن شيطان، وبعدين ليش شعره ابيض وهو من هو صغير بالعمر؟ ما لاحظ شيء غريب؟ امه ما قالت له؟ شلون تحسه ابن؟ بعد عرفت الكلمة، ما يحتاج اقول ابن. ايه مش انا وين يا اخواتي؟ انت عارفين كلامي وحركاتي. ثانيا ضعفوه بشكل متخلف، ولا حد يقول لي هاي نسخة بدائية من دانتي. يا رجل حتى قبل الجزء الثالث دانتي قوي. المرة الوحيدة اللي يعني يواجه صعوبة بالقتال ومو يفشل اللي هو لما يقاتل فيرجل والساعة يعتقل وقشمر. نسيت هالسالفة. هذا كله فوق هذا كله يا عزيزي المشاهد نهاية خرائية بشكل غير طبيعي. يعني اكو واحد يطي ظهره الشخص، موظفيه ومنطيه فلوس وراتب انه يعتقله، وبعدين هي يعني انقذك من الارنب وانقذ العالم، هي تتجازي ولا حتى تعتقليه بطريقه محترمه؟ يعني والله ما اقدر اكمل بالعباس، رجله راحت وراسه راح ينفجر. خرب معشركم، خرب حشيتك القهوه هذا. ابوك شلاب اللي جابك، هسه راح استلمك. روح سخن المايه انا تقعد في الطشت الليله لانها افشخها يا. جهزي نفسك على مود استلمك، على مود اصلخك الصله. نقارنه بانمي 2007. انمي 2007 شخصيته اقرب للجزء الاول، اللي هي اقل فكاهيه من الجزء الثالث والرابع والخامس. تمام. لان عباله انه اخوه فيرجل ميت. اولا قوي، حتى ببعض اللقطات اللي عبالك انه دانتي خلاص انتهى يسوي لك رومنتادا مثل ريال مدريد. يا رجل شكل الجاكيت مالته هيبه، هيبه يا رجل، شوف الهيبه. من ينكت، مع انه نكاته اقل من الجزء الرابع والخامس، بس لما ينكت نكاته تضحك. اخر شيء انت انهي به اللي هو الدهاء. باحدى المهمات هو وليدي جايين يقتلون شيطان اسمه ذا كينج، الملك، اللي يقتل الخسران بالورق. طبعا هم شاكين بالكل تقريبا، كل الناس اللي تلعب قمار او ورق، وقالوا واحد من يومهم هو ذا كينج. واحد يموت، هذاك يموت، اللي قدام دانتي يموت، يقوم بس دانتي هو وهو يموت. طبعا ليدي شكت قالت دانتي شنو السالفه؟ حكي شريره قال لها اذا تقتليني اسرع من انا قتلك انت تفوزين. سحبت بالفعل وقتلته، طلعت ذا كينج الاصليه. Congratulations! I suppose that you're tonight's winner. It's you. So in the end, you're shot and killed by your own friend? It makes for a quite beautiful ending. Stay back! So you're the demon, this king. You're half right and half wrong. What do you mean by that? It didn't matter who played as king. Whoever held an item into which I bestowed my magic would be captivated by gambling in exchange for extraordinary luck, and that person would act as king. I wish this man had won for me, but maybe I was hoping for too much. So it was a trap from the beginning. Soon you'll be as dead as he is. As will those two.
and all the passengers on the ship. فطلع انه كلهم صاروا ذا كينج وهي اصلا ذا كينج الاصليه، وقالت راح ارسلك الى يوم القيامه انت ودانتي. فجاه دانتي وقلت لكم يسوي ريمونتادا مثل ريال مدريد وما تصدقوني. طبعا هو ما ميت اساسا، هو مسوي روح ميت. قال اني اصلا اعرف خطتك من البدايه، وكان هو قبلها مخلي ساعه بصف على مود انه اي شخص رمى بقلبه ما يموت. طبعا هو حتى نقطه ضعفه قلبه، بس يعني ما يموت 100%، صعب جدا. قال له انا اعرف خطتك واعرف انه كل شخص يلزم اوراق معينه يصير هو ذا كينج. قالت له يعني انت مثلت ان ذا كينج متلبسك؟ قال لها لا، كان متلبسني فعلا. وهيك قالت له ليدي انا وعدتك ما ارميك بقلب. قال لها لا معوده، بس شخطني شويه مو مشكله. ونعلى والديها. قارن لي اللي يجيني يقول لي انمي نتفليكس احسن من انمي 2007 ارجعه بهاي حديد حديد حديد. فاللي يقول لي انمي 2007. ننتقل الى المقارنه ما بين ليدي وزيره العدل وما بين الطفيلي ماري وزيره المغثه. Mr. Freeman, nice call, are you not there? اول شيء راح نجيب وزيره المغثه او الطفيلي، اي شيء غير ليدي. تمام، ماضيها يختلف، انه ابوها كان يسوي تجارب ويحاول انه يعرف عن عالم الشياطين، يعني سوى تجارب ونشب عليه محلول ومات. فجاه قامت تحارب الشياطين وحده وراها انضمت للحكومه الامريكيه عن طريق ميليشيا داركوم. يعني اولا لا شكل يا رجل، كان كرسي بايسكل. ثانيا بس تفكر حرفيا قالت كلمه اف الموزينه، كلمه اف خلينا نقول بال40 مره، يمكن قريب ال50 مره تقول اف. ويعني فد غثيثه، وكل ما تحاول تنقذ واحد من جماعتها ينقتل وتفشل فشل ذريع. خلاص يا فاشل. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل. بتعصبك يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. كل ساعه يعني شوي وتنقتل. لكن المخرج، قوه المخرج المضروطيه، فجاه ينقذها لسبب ما اعرف ليش. اخذ راحتي لحظه، انا الاب ليدي نسخه نتفليكس. كمال الوجود بذكر الاله وتصفو الحياه بنور. ننتقل يعني فد شخصيه خرائيه، يعني اقيمها 0 من 10. اجر الله عظمك. لا شرفك بزحة. اسمها الاصلي ماري. طبعا بس هي اصلا يعني مسحت الاسم اصلا اساسا من القاموسها، بس صحيح لها ماري تنعل والديك. زين، من طبيعيه عايشه حياه طبيعيه. فجاه اركم قتل امها وباع روحه للشياطين على مود شنو؟ على مود يسيطر على الكره الارضيه، مقابل انه يبيع روحه للشياطين. والله لا ربي فيك جيل بعد جيل، والله لا ربي فيك جيل بعد جيل. جاي ولاد. فقررت انها تنتقم منه، كملت بطريقها. طبعا عبالها اي شيطان تقتله. طبعا لين درت شيطان انه دانتي نص شيطان بالجزء الثالث، حاولت تقتله وعبالها انه هو العدو الاساسي، واركم كان يغذي بهذا الشيء. اي نعم كانت تحاول تنتقم منه، بس هو كان اصلا مغذي هذا الشيء بعقلها. وفوق هذا كله يعني ورا البوس فايت، ورا ما كانت مجروحه، وسهل جدا انه دانتي يسويها قص. ما سواها قص وقال I'll take care of it. انا راح اروح الفيرجل واركم وانعل والديهم يا ليدي. كان هو الدافع انه يرحمها على مود تبقى شويه انسانيه بداخله، لان هو يكره الجزء الشيطاني اللي بداخله، اللي هو اجى من الرئيس الحج سبارتا. وورا ما دانتي وفيرجل سحلوا اركم ونزل للعالم البشري، اجت هليدي قالت له ها حيوان. طبعا ورا ما كان يحكي خططه وفضح نفسه، قالت له ها حيوان تريد تسيطر على العالم ولك؟ قتلت امي ولك؟ طبعا هو حاول يتلاعب بعقلها ويقول لها ماري وما اعرف ايش. قال لها انا بس امي تقدر تقول لي ماري، وامي ماتت، انا ليدي بعد. انه قالت له انه كانوا ماري ماتت من زمان ويا ما انت قتلت امي. وبالفعل يعني ليدي ورا موت امها تغيرت بشكل يعني دراماتيكي. قالت له انا بعد ليدي
ورمتها بكم طلقة. في البداية ضحكت، وراها بدت تبكي. How could I shall become a god. No one here can stop me. What a surprise. Here I was looking for you, and lo and behold, you come to me. Mary. Don't ever call me that again. My mother was the only one who could say my name. Wait. Please. Do you really want to shoot me? Can you shoot me? Your own father. What have I done wrong? Even heroic Sparta sacrificed a woman so that he could become a legend. I wish to be a god! And I sacrificed one miserable human being for that reason. That is all. Was that really so awful? I have some unfinished business to take care of. Help me, Mary. Mary died a long time ago. My name is Lady. Goodbye, Father. No! There, I thought I wasn't gonna cry. ليش؟ لأن يعني أبوها كان شوية حب، إنه حب أبوي فقط لا أكثر. وقالت هذا آخر لحظة أنا توقعت إني أبكي بيها. أما أنمي 2007 اللي هو ظهورها الثاني في القصة، ظهور جيد جدا. يعني الشخصية اللي الجدية اللي ما تسوي من يسرى، بس تريد تخلص الوظيفة، تقتل شياطين على مود الفلوس، وتشتغل ويا دانتي من فترة إلى أخرى. يعني مو كل المهام، لكن هواي من المهام، لأن تعرف دانتي قوي، ويعني هو السبب إنها عايشة. يعني لازم تسجد شكرا إنه لقت دانتي وما لقت فيرجل، لأن لو فيرجل كان سووها قص. وشخصيته يعني جيدة جدا. أي نعم تلح بسالفة الديون وي دانتي، بس أوكي يعني ديون حقها، يعني إنه معودة بالغيرة شو وقت تدفع الديون. قالت والله لو عندي شاطيتك، ولو كذب ما راح أعطيك. تعرفون الوضع المادي لدانتي أسوأ من الوضع المادي لبرشلونة. خلينا نقارن يعني بالسريع بين الشخصيتين. طبعا خربوا الشخصيات الأساسية. المخرج البهيمة خرب الشخصيات الأساسية على مود يظهر شخصية طلعت بكوميك مرة واحدة، اللي هي شخصية الأرنب، اللي هو نسخة رخيصة من راؤول منندز. خلينا نكون واقعيين. يعني راؤول منندز الشخص اللي قاتل الأمريكان. ليش؟ لأن الأمريكان يعني دمروا وقتلوا أبوه، وحتى قتلوا أخته اللي ورا ما حرقوها. أنا أجرب شو اسمه، شبس بالشو اسمه الخردل والعسل. أدري بالخردل والعسل، لكن يعني بالفرن صحي المفروض. بيش هذا جيد، ذكرني بطعم الاندومي. هذا هو. طبعا تقييمي له ليدي من 10. الموسيقى الاثنين جيدات، لكن المصيبة والطرقعة الكبرى شنو هي؟ انه مخلين موسيقى نيرو على تحول دانتي بالديفل تريجر، ما اعرف ليش. وفوق هذا كله ريميكس خايس الاغنية فيرجل بيري ذا لايت. تمام. القتالات صراحة انا افضل انمي 2007. اي نعم الرسم مو ذاك الشيء، لكن كله 2D، كله اكشن،
تمام، مو يعني ما به لقطات 3D مثل انمي نتفليكس تحسسك انها لعبه بلاي 2. خاصه قتال ادين روجرا، يا رجل شنو هذا، شنو هذا. وهذا كان فيديونا، لايك، فيفورت، سبسكرايب، واشكركم على الدعم باخر فيديوهات. في امان الله.